كنت على جنب عشان تلت صوبة النهاردة. كنت على جنب عشان تلت صوبة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك في حلقة جديدة من دروس عيال. في البداية أنا عارف إن أنت مستغرب من صورة الفيديو، ولكن في فيديو أنا هكلمك على كتب المدرسين، فأنا مش جاي أعمل لك أنبوكسنج، أنا جاي أقول لك مميزات وعيوب الكتب دي، فما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وحط لايك للفيديو واشتراك في قناة ترش، ويلا بينا. ولا في البداية احنا معانا 3 كتب النهارده، بقيتش في الاتصال والجوهري وبعض المواد. انا جاي مش جاي عشان اعمل لك انبوكسنج، انا جاي اعرفك المميزات والعيوب. كنت على جنب عشان تلت صوبة النهارده. كنت على جنب عشان تلت صوبة النهارده. نتكلم في احسنهم الاول. ده كتاب الحاج عبد المعمول، وده افضل كتاب من الكتب الثلاث. الشرح توب، في الاسئله توب التوب، في التنظيم توب برو ماكس. مش هقول لك الكتاب هو كبير قد ايه، عامل زي كتاب مورجان كده. شفت مورجان؟ ايه ده؟ كل ده؟ عن كتابين، كتاب الشرح وكتاب الاسئله. الكتابين على بعض عاملين 500 ورقه، وركز جدا في الكلام اللي بقوله ده عشان هنحتاج وقت. الكتابين على بعض زي ما قلنا 500 ورقه، و500 ورقه دول عاملين 160 جنيه. انت متخيل يعني الكتابين 500 ورقه، يعني يوصل 500 ورقه وعاملين لك الكتابين ب 160 جنيه. انا ما شفتهاش عند اي حد خالص. لكن يا عزيزي انه حاسس بيك وحاسس باهلك ومقدرك جدا 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 كانك طالب، وحاسس بيك وحاسس بظروفك، عشان كده برخص لك السعر جدا ومظبط لك الاداء فيه. كده هتشك انه مش كويس او الكتاب فيه اي حاجه، انه 500 ورقه 160 جنيه ده مش معقول، فاكيد هتشك يعني طبيعي. انا مكانك هشك. نيجي بقى كده للجار اللي هم في كتابي الجيولوجيا والاحياء. الكلام بصراحه جدا تحفه فنيه بالشرح والترتيب، وجوده الورق بتاعته والوضوح بتاعه عاليه جدا جدا، اعلى من درجه عبد المعبود. درجه الورق عاليه جدا والوضوح فيها باين قوي، والوان والرسومات واضحه جدا. ولكن هل سعره كويس؟ مقارنة بكتب عبد المعبود، فكتب عبد المعبود أرخص بكتير جدا جدا. كتب عبد المعبود 500 ورقة ب 160 جنيه، أما ده 400 ورقة 300 جنيه، فيعتبر الضعف يعني، فهو بصراحة غير نسبيا. نيجي بقى لصقر واللي عامله فينا صقر. خلينا متفقين ان خالد صقر بيهتم بالغلاف الخارجي، يعني بيهتم بديزاين الغلاف من بره بحيث انه يشد انتباهك ليه وترتاح ليه وتفتكر انت عايزه يبقى معاك او عايز تشتريه، فبيشد انتباهك بيه بالغلاف اللي بره، ويخليك عايز تشتريه لمجرد بس ان انت عايز يكون الاشكال دي او الديزاينات دي تكون عندك، تكون بتاعتك او تكون معاك او تكون انت شايفها مع انها حاجه صغيره. ولكن هل الكتاب يستحق؟ كتاب خالد صقر وبالاخص نسخه الازهر، كلنا عارفين ترتيب وشرح مستر خالد صقر وان هو قد ايه هو حلو جدا واسطوره، وانا متفق معاك على ذلك. ولكن نسخة الأزهر كانت الطبعة بتاعتها سيئة جدا جدا جدا. الورقة نفسها فيها عين مطبعي، والكلام باهت لدرجة إن أنت مش شايفه أصلا. الكلام هي عن نسخة الأزهر مش العام. كده قارنا من نسخة العام نسخة الأزهر في الكتب المشتركة زي كتاب الورشة واختبر نفسك، لأن طبعا الورقة أفضل والخط أوضح والألوان أوضح جدا، وهتلاقي أحسن بكتير من نسخة الأزهر. طبعا نسخة الأزهر خالص تماما. طلبت أكتر من مذكرة عشان أتأكد بس إن مذكرتي بس كده اللي هي اللي الطبعة فيها مش حلوة، فطلبت أكتر من مذكرة برضه كل الطبعة كده، فهي طبعة الأزهر طلع مش حلوة أصلا، مش عارف ليه. لو أي حد طلب نسخة الأزهر هتيجي تحت في الكومنتات الطبعة عاملة إيه. سعر الباكج هو مقارنة ب 460 ورقة ب 240 جنيه أو 250 جنيه حسب ما أنت جبتها، فمقارنة بالمدرسين التانية فهو غالي غالي برضه. طيب المدرسين التانيين فهو غالي، فبيديك جودة أقل بسعر أعلى. شفنا بقى واحد في الكومنتات يقول لي أنت واخد الكتاب عشان تذاكر فيه ولا عشان تعلق على الكلام بتاعه، ولا واخده عشان إيه أصلا؟ فاهم يعني أنت بتقول بلسانك كطالب أزهر من حق إن النسخة دي تطلع زي نسخة الطالب العام، وتطلع معاها كمان في نفس الوقت، مش تطلع بعدها بكتير. أنا دافع فلوس برضه، هو برضه دافع فلوس على فكرة، يعني هو دافع فلوس ولا برضه دافع فلوس، فليه ما تطلعش زيها يعني؟ إيه الغرض؟ فأنا المفروض كانت البداية يوم 9/8، اخرها كمان اسبوع عشان نسخه العام لسه ما وصلت لهمش او لسه ما طلبوش او لسه ما اتوفرتش اصلا، فاجل كمان اسبوع خلاها 16/8. مش يبدا الا لما طلاب العام بداوا يطلبوا الباكجات بتاعتهم وصل لهم لحد البيت، فنزل محاضرات يوم 16/8 بعد طلاب العام وصل لهم مذكرات. اما طلاب الازهر قال لك لا نزل لهم PDF عادي. بالنسبه للPDF ده انا هعمل بيه حضرتك؟ مش فاهم يعني احل بيه ازاي ولا اطبق عليه ازاي وارتب ملاحظات عليه؟ مش فاهم انا هعمل بيه. انا PDF لحضرتك هعمل ايه؟ PDF في السبورت اعمل بيه ايه؟ مش فاهم يعني. اما عن نسخه العام انا نزل موقع الشحن وطلبت، دخلت عشان احجز نسخه الازهر اللي في مواقع كانت بتحجزها ما كانتش بتطلبها، كانت بتحجزها من عليها بس توفر لك نسخه بعد كده. فطلبت حجزت 4 نسخ ان هي تجيلي اصلا، والكلام ده من 16 يوم. ونزل المحاضره الاولى والمحاضره الثانيه والمحاضره الثالثه نازله يوم السبت الجاي اهو، يعني النهارده الثلاث او وصول لي يوم الثلاث تمام، والسبت الجاي اهو المحاضره الثالثه، والموضوع لسه واصلين يعني مش هلحق اصلا اخلص المحاضرتين اللي راحوا. فهو ليه يعني نبدا السنه واحنا مراكمين كده؟ المفروض احنا نبداها على طول، تتكلم ما تراكمش وبتاع، واحنا قاعد من سنه مراكمين اصلا محاضرتين، انت فاهم؟ فليه يعني كده؟ حضرتك ما عملتش حسابك من الاول. انت المستر بياخد عندك فوق ال 500,000 طالب، معلش مش بحسده يا جدعان والله، بس هو يعني بياخد معاه عدد كبير برضه جدا، فليه ما يعملش حتى حساب الازهر فيه، او يعمل حتى حساب 50,000 نسخه مثلا من بتوع الازهر فيها؟ احنا عدد قليل بس لازم ناخد يتحمل حسابنا برضه، يعني لازم يتعمل حسابنا في الحاجات دي برضه. يعني ازاي
ما هو بيعمل حسابنا في الشرح والحل والحاجات زي كده، برضه بيعمل حسابنا في النسخ برضه. بس انا طالب برضه زي بتاع العام على فكره والله. انا مش بهاجم المستر ولا بسيء فيه، عشان لو حاطط رفع جمهوريه تقول لي انت بتهاجم على المستر قبل كده، قلت عليه ده اسطوره في الكيمياء ومش عارف ايه، وانا برضه بقول لك هو اسطوره في الكيمياء بصراحه. زي ما هو اسطوره، انا ما قلتلكش حاجه غير كده. انا هنا مش بهاجم ولا بعمل في اي حاجه ولا بسيء فيه. هو اسطوره في الشرح والحل وكل حاجه، مفيش احسن منه بصراحه يعني. مفيش اي حد شفته بيهتم بازهر في الشرح والحل غير كده. بس الحته بتاعت ان هو يعمل نسخه ازهر دي وتطول اسبوع 16 يوم كده لما تيجي، ده غلط منه. احنا كنا بنتكلم مواقع الشحن كانوا لك الغلط من عند مستر خالد صقر نفسه، مش من عندنا احنا. فهو الغلط كان في كده برضه. فليه يعني احنا هنبدا مين؟ انت فاهم؟ هو النقطه اللي بنتكلم فيه. هو ليه مثلا ما اجلش كمان اسبوع لحد ما نسخه الازهر تطبع ويعمل معاها؟ يعني ليه كان اجل البدايه بدل ما يبدا اللي بتاع العام بتاع الازهر يراكم يعني؟ ما اجلش وكان كله بدا مع بعضيه مع مذكرات. هنا برضه هقول لك ان انا مش بهاجم اي مدرس من المدرسين اللي الكلام بتاعنا خالص، لا المدرسين كلهم على راسي وكلهم جدعان جدا على فكره وحلوين والله العظيم. انا كنت بتكلم عنهم في فيديو قبل كده والله، لازم ما فيش احسن منهم بصراحه يعني هم يرحمونا شويه في الاسعار. يعني ليه مثلا ما يخليهمش كلهم زي مستر محمد عبد العمود؟ مستر محمد عبد العمود اقسم بالله راجل عسليه 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 فعلا. يعني حاسس بيك والله العظيم قوي، حاسس تحس انه بيطبطب عليك، انت فاهم؟ يعني عطيت الكتابين 500 ورقه، انت فاهم يعني 500 ورقه؟ اقسم بالله الجوده بتاعتهم عاليه جدا. 160 جنيه، يعني ليه بيعملوا زي كده؟ وعلى فكره هو عنده اكبر تيم للدعم وكل حاجه، فهم ليه ما يعملوش زيه مثلا؟ يعني هم مهتمين بالديزاينات والحاجات اللي بره والاشكال اللي بره كده ليه، غير ما هم يهتموا بالحاجات اللي جوه؟ فالغرض مش في الشكل، ما تحكمش على الكلام من الغلاف. الغرض من الفيديو ده ان طلاب الازهر لازم تعمل حسابهم زي طلاب العام بالظبط، يعني هو برضه بيقرب زيه. بس إن كمان يا ريت يرحمونا شويه في اسعار الكتب لانها بتبقى غاليه جدا. فليه يعني بتبقى غاليه؟ وخليكم زي مستر محمد عبد العمود كده راجل عسليه. بقول لك انا مش بهاجم اي حد وانا مسلط عليه والله العظيم، هطلع كلامي طالع بقوس تاني.